بنك ناصر الاجتماعي فاتح أبوابه لكل الناس، موظفين ومعاشات وحتى أصحاب المهنة الحرة، بقروض هتفتح لك باب رزق جديد أو تتجوز بيها كمان، وكل ده بدون فوائد وإجراءات أبسط مما تتخيل. بس إيه تفاصيل القرض ده؟ وإزاي تقدم عليه؟ وإيه الشروط والأوراق المطلوبة؟ وقيمة القرض كام؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. عارف ايه اصعب سؤال بيواجه اي شاب او شابة النهارده اول ما يفكروا في خطوة الجواز؟ هنجيب منين؟ السؤال ده ما بقاش رفاهية ولا دلع، ده بقى واقع بيخبط في وشنا كل يوم. ولو حد عايز يفتح مشروع بيكون شايل هم هيجيب راس مال منين ولا هيتصرف ازاي. وعشان كده ناس كتير بدأوا يدوروا على حلول حقيقية تخفف الحمل، وهنا بيظهر اسم بنك ناصر الاجتماعي، لان البنك ده مش بيتعامل معاك كزبون في بنك تجاري. البنك بيقدم لك قروض كتير من غير فوائد زي قرض الزواج، وده بقى مفيش فيه فوائد بتكبر ولا ارقام بتخنقك، كل اللي بتدفعه مصاريف اداريه بسيطه جدا. القرض ده بيوصل ل 10000 جنيه، وممكن تقول مبلغ بسيط، بس في عز الغلا ده ال 10000 ممكن يخلصوا لك بند مهم جدا. والميزه انك بتقسطهم على 3 سنين، يعني القسط مش هيحسسك انك شايل جبل على كتافك. والاجمل من كده ان البنك بيقدم ميزه انسانيه عظيمه، وهي ان القرض بيسقط فورا في حاله الوفاه عشان ما يبقاش عبء على الاهل. وعلى فكرة القرض ده مش معمول لفئة معينة، ده متاح للموظفين وأصحاب المعاشات وحتى ورثة المعاشات، يعني لو شغال حكومة أو خاص أو حتى طالع معاش ليك مكان. بس المهم تكون قضيت 3 سنين في الخدمة ومعاك ضامن موظف حكومي يحول مرتبه أو قسطه على البنك. ولو أنت على المعاش فالمطلوب تكون خدمت 20 سنة وتحول معاشك على البنك. كمان وريث المعاش برضو يقدر بضامن وتحويل المعاش، والورق بسيط، بطاقة سارية ومفردات مرتب، وأهم حاجة عقد القران بشرط ما يكونش عدى عليه أكتر من 7 سنين. ومش بس كده، بنك ناصر عنده الكنز الحقيقي وهو القرض الحسن، وده بقى متاح للكل، موظفين وغير الموظفين، زي أصحاب المهن الحرة والست المعيلة. القيمة بتوصل ل 10000 جنيه، وفي برامج متخصصة زي مستورة بتدعم الست المصرية بمبالغ بتوصل ل 50000 جنيه. وقسط شهري بسيط جدا في حدود 280 جنيه، يعني أقل من اشتراك باقة موبايل في الشهر. وعشان تقدم الموضوع بقى أسهل كتير، بتروح أقرب فرع وتملى الطلب وتقدم ورقك، والبنك بيعمل بحث اجتماعي سريع. وعلى فكرة أنت تقدر كمان تقدم على القرض أونلاين من موقع البنك وأنت في بيتك عشان الزحمة والوقت. والحقيقة أن القرض الحسن ده هو فرصة حقيقية لكل واحد عايز يبدأ حياته من غير ما يدخل في دوامة الديون والفوائد اللي ما بتخلص. وخطوة إنسانية بجد بتثبت إن لسه في حلول بتسند الناس وتساعدهم يعيشوا بكرامة. ودلوقتي بعد ما عرفت كل التفاصيل دي، شايف إن قرض بنك ناصر ممكن يكون الحل اللي بتدور عليه؟